والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل صباح الخير، من صباح قبلك العافية. شلونكم حبايب؟ إن شاء الله بخير. جيتكم من بعد انقطاع فترة قصيرة بصراحة، لأن عندي ترميمات بالبيت ويعني شغلات ما قدرت أصور بيها. فحبيت اليوم من بعد أن يعني ما أقول لكم خلصت كل شيء، بعدني يعني أنظف أرتب كذا، فقلت اليوم لازم أصوركم، لأن اليوم قوة الله رايحة لوالدتي، الله يرحمها ويرحم أمواتكم، وراح أسوي ثواب إلها. فقعدت من الصبح قلت خلي أبدي أو أبلش صباحي وياكم، يعني من أول ما أقعد شنو اللي سويته، شنو اللي راح أسويه. أول شغلة راح أسويها بقوة الله قبل أن يقعدون البنات وأبوهم، أسوي الدجاج، لأن أنا مسوي ثواب لوالدتي مرقة دجاج حمرا، لأن هي كلش تحبها الله يرحمها. ولو أنا يمكن مسوية الطريقة ما أعرف، ما أتذكرها بصراحة، إذا مسوية الطريقة مسويتها راح أحكي لكم يعني فشي سريع. تمام، إن شاء الله يا رب يعجبكم فيديو اليوم. فيديو بسيط يعني، حبيت أشوفكم روتيني اليومي من أريد أروح لوالدتي. ابقوا وياي إن شاء الله يا رب يعجبكم. خلي أروح أنا وياكم نخلي المرقة على النار ونسوي ريوق، يلا وياي. صباح الخير. وهاي العصافير انتاني أنطيها الريوق مالتها. هذه هنا أول شغلة أسويها أحمي الدهن. تمام، وعندي هذا الدجاج أخليه. هذه هنا من بعد أن خليت الدجاج كله أقلبه، أنطيه يعني أخليه بالقدر ياخذ تقريبا 5 دقائق على نار عالية. تمام، ووراها أضيف البصل، خليني أقطع البصل وأضيفه وياكم. هنا خليت راس البصل، راس بصل كبير شوية. هنا بدي تاخذ حمصة، مثل ما تشوفون بأحمس بيها. هسه أضيف لها التوابل. ويا جماعة الخير خليت التوابل شوية زنجبيل على توم باودر بصل باودر وهذا كاري فقط، يعني فلفل أسود حسب الرغبة. تمام، هسه أقلبهم. بعض الشغلات راح أضيفها مثل ورق الغار، وعندي ليمون بصرة. اعذروني صوتي شوية يعني تعبان، مال تعب ترميم بيت، وقاعدة من وقت من النوم، يعني قبل شوي قعدت من النوم صبحت عليكم، وقلت قبل لا يعني أطفالي يقعدون وأبونا خليني أخلي الدجاج. تمام، هاي حبايب مثل ما تشوفون. من بعد أن خليت التوابل الزنجبيل والكاري والبصل باودر والثوم باودر، خليت ورق غار ونوم بصرة وحمستها هيك قد 5 دقايق، وخليتها على نار واطية. بعدين نصيتها يعني وقبلتها وأعوفها إلى أن تبدي تذب المي مالتها، يعني تستوي ويا حالها. هذه هنا أنا خليت البيض السلق مثل ما تشوفون، والدجاجة خليتها على نار ناصية إلى أن تبدي شوية تطمن روحها. أخلي عليها الطماطة والمعجون. تمام، خلي هسه أروح أسوي الشاي. هذه هنا
الدجاج هسه مثل ما تشوفون. من بعد انذب شوية من المي مالته عليته. عندي هنا الشاي استوى، والبيض همينه باقي له شي بسيط، وسويت زلاطة فشي بسيط ويا البيض. تمام. هسه نرجع على جرر الدجاج مثل ما قلت لكم نصيته وعدته ذب مية، ومن ذب مية وشفت اللون تمام، ها هي عليت النار بدأ يحمس مثل ما تشوفون. واضحة عندكم؟ لا تمام. هذا هو شكله، شوفون هذا شكله. هسه شو اسوي؟ عصير الطماطة هذه، عصير الطماطة خليت اياها معجون، راح اضيفه مع الجبن، معجون طماطة طبعا. اخلي وياهم مي. هذه اضيفها وياها، اقلبها شوية. قولوا لي شنو رأيكم؟ ابقى هيجي اطبخ واحكي واسولف، لو ارجع على الدبلجة يعني ادخل صوتي؟ يعني اشوف هيجي احسن على مود اول باول. هسه خليتها شوية بس يفور انصي واتركها، والبيض مثل ما قلت لكم راح يستوي. الشاي استوى يعني الريق تمام. نروح نقعد ابونا ونتريق. تمام. ومن نخلص نرجع على جدر المرقة. وهذا الريوق خلاص راح نقعد اني وابو البنات نتريق، وسهمكم العافية. هسه نخلص ريق ونكمل. وهاي مثل ما تشوفون بدت تفور. والفارت هسه اطبقها وانص جدر شوية. وهذه هنا خليت حمص مجروش مثل ما تشوفون، خليه يسلق وخليه ويا المرقة. هو اكيد يفضل حمص صحاح احنا نسميه او اللبلبي، يعني يفضل هذا، بس بصراحة المتوفر عندي هذا الحمص، وهم كلش طيب يطلع يعني مقاصر اكيد. عندي هنا المرقة مثل ما تشوفون راح تبلش تستوي. هذه المرقة شوفوا. هذا الحكي انا بعد ندري يا صبح، أنا من عندي ثواب والدتي، عندي شي مهم أقعد من الصبح أخلص الغداء، عندي أهم شي إنه أخلص الغداء أو الثواب. وهسه نشوف المرقة. هاي الحمد لله استوت كل شي تمام. هسه أخلي بس هذا الحمص مستوى مثل ما تشوفون. هسه راح اخليه ويا المرقة، هذا مثل ما تشوفون. باقي من الحمص وهاي مثل ما تشوفون المرقة كملت عندي، ولله الحمد. ربي يتقبل الثواب يا رب العالمين، ويجعلها من حظها ونصيبها لوالدتي يا رب. هسه ابلش اطبخ التمن، انا اسوي وياها تمن شعريه. واللي هنا
خلصت هذا التمن. هاي طلعنا من البيت متوجهين قوة الله بالنجاة مرة حزور إنسان قدرة الجنة من بعد أن ينتظروا. هاي حبايب وصلنا للإمام علي عليه السلام، وكانت اليوم ذكرى وفاة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله والشكر، كانت زيارتي موفقة ولله الحمد. اللي هنا أنا أختم وياكم الفيديو، وأرجو الدعاء لوالدتي بالرحمة والمغفرة، أكون ممنونة. شكرا جزيلا، حفظ الله ورعايته.